واحد الدري اللي كيبيع ويشري على راسو غادي يغبر فجأة من البلاصة اللي كيبيع ويشري فيها. هاد الغبر اللي طرات ليه غتخلي الناس يضروا راسهم فين غبر وشنو وقع ليه، والمفاجأة غادي يبان من بعد عامين، وهاد المرة غادي يرجع وهو مليونير وراكب على واحد الحديدة خلات الناس يضروا راسهم. كلشي غيبدا يهضر وكيقول باللي سباب هادشي كامل هي فلوس الحشيش ولا البيضة. حتى شي واحد ما غيبغي يدخل سوق راسو وغيبقاو كيحفروا باش يعرفوا الفلوس منين جابها. هادشي اللي غيخلي هاد لافير ما تخرجش على خير باش بنادم يتعلم يدخل سوق راسو. وكما العادة هاد الفيديو ما خدامش قلوب ضعيفة. السلام عليكم خوتي العزاز. اول حاجه مبروك المنتخب ديالنا المغربي تاهل، وان شاء الله كل التوفيق حتى يدي الكاس. والحاجه الثانيه الا كيعجبك هذا المحتوى كتبغي يوصلك بحالو خلي شي حركه باش الروبو ديال هاد الناس يفهم بلي راك مهتم. تحياتي فرجه ممتعه. الاستوار غبدا مع عزيز المعروف بزريقه، 31 سنه ساكن في تطوان. عنده واحد الفراشه في شارع الجزائر في تطوان. عنده واحد الفراشه ديال السبرديلات هي باش كيجيب طرف الخبز، مره كيدوا ليه الفراشه مره كيجريو عليه. المهم كاين طرف ديال الخبز وداخل سوق راسو. البلاصه ديالو اللي شاده كانوا معاه بزاف ديال التجار اللي بحالو، كل واحد شنو كيبيع وكل واحد منين كيجيب طرف الخبز. ولات بيناتهم واحد العلاقه ديال المعرفه اللي ولا شي كيعرف شي. عزيز الزريقه كانت عنده واحد العلاقه زوينه مع كاع دوك التجار وجامي تعايب مع شي واحد. هادشي اللي خلاه محبوب وسطهم ودار بلاصتو والحياه ماشيه معاه. كانت واحد المده طويله وزريقه خدام في البلاصه، بنادم ولف عليه حتى لواحد النهار اللي كل صباح الناس جايين كيفرشوا دوك الفراشات ديالهم. هذاك النهار عزيز زريقه ما كانش غادي يجي. الناس اللي كيبيعوا ويشريو وحداه جاو في الاول عاديه، راه هو ديما موالف كينعس معطل كره ما غلبوا الناس ولا شي حاجه، ولكن نهار كله ما جاش. والغد ليه عاوتاني ما غاديش يجي زريقه وغيجي مره ولد خالته اللي كان فرش في البلاصه ديال عزيز ولا خدام بلاصتو. بطبيعه الحال الناس فضوليين غادي يبغيو يعرفوا فين غبر عزيز زريقه، وغادي يتكلف الرادار ديال داك الشارع اللي هو حميد كان تا هو كيبيع ويشري فهادشي ديال الحوايج ديال العيالات. وغادي يمشي وغادي يسول ولد خالته على عزيز. غيعرف باللي داك السيد اللي جاب بلاصه زريقه كان سميتو رضوان وهو ولد خالته. ما غاديش ياخذ منه بزاف ديال يعني ديال الهضره، غيقول لي باللي راه عيط ليا قال لي خذ البلاصه انا راه مسافر وصافي سالينا. هذه المعلومات اللي يقدر بنادم ياخذها على فين مشى عزيز زريقه. السيد اكثر من سنوات وهو كيدير تما ديك الفراشه، يعني كان خدام مزيان البيع والشراء ديالو، يعني واكل فيه خبيز مزيان. فين غيكون مشى غالبا الناس قالوا بلي ربما يكون حرق. غادي دوز عامين بالحساب. في واحد العشيه كل واحد مقابل الفراشه ديالو مدبر على راسو وخدام، حتى غتدخل واحد الطوموبيل لي لوكس ديال بصح غادي تدخل من وسط دوك الفراشات. هادشي اللي يخلي الناس يعني يردوا ليه البال، خصوصا دوك البيع والشرايه. وكان جايه بشويه عليها وصلت لعند داك حميد اللي كيبيع ويشري في الحوايج العيالات. وغادي توقف الشيفور اللي كان سايقها غادي يهبط الدجاج بشويه، غيكون ضارب واحد النظر كحلين وغيبقى كيشوف في هذاك حميد غيسالي مع واحد السيده كان كيبيع لها واحد البياسه باغا تشريها، وغيبقى حتى هو كيشوف في هذاك الشيفور. في الاول ما غاديش يعرفوا هذاك الشيفور، غيهبط النظر وغيقول ليه السلام. هنايا فين حميد غيعرف باللي راه اللي سايق الطوموبيل هو عزيز زريقه. ما غاديش يبقى يفكر بزاف وغيبقى كيجري عند عزيز، غيتخشى عنده فيك الطوموبيل غدا كيسلم عليه لاباس بخير فين غبرتي. الناس ديال دوك الفراشات كاملين غادي يجيو، غادي يهبط عزيز وغادي يسلم عليهم كاملين وغادي يتعانقوا. كاين اللي فرحان به حيت شحال هادي ما شافو، والاغلبيه كانوا كيشوفوا فيه النظره ديال الحسد. وسؤال واحد كيدور لهم في عقلهم كاملين، ويلي يلا عامين باش غبر هاد الحديد كامل وهاد الخير كامل وهاد الفلوس. هاد كثره الاسئله خلات بنادم ما فاهم والو. باقي عزيز الزرقاء كيهضر مع الناس وكيسلم عليهم. غتوقف حدا واحد الحديده وباينه شي واحد يعني كان صاحبه ولا خدام معاه، غادي تيكلاكسوني معاه. عزيز غيفهم راسو غادي ديماري وغيكملوا الطريق ديالو. وغير شي شويه باش مشى في حالاتهم من تما الناس غادي يحبسوا كاع داك البيع والشراء، وكاع دوك صحاب الفراشات غيتجمعوا كاملين باش يديروا واحد الريونيون ديال التبركيك ويعرفوا كيفاش جرى وصرا. حتى السيد مشى يعني كان عنده فراشه، كان يعني الله مخرج راسو بالزز. غالبا كان ديما كيتسلف من عندنا كيفاش في عامين دار الفلوس كامله تفرتكات الجماعه وكل واحد رجع للفراشه ديالو. ولكن داك حميد والو واش راسو بغى يزكى عليه. فاول فكره جاتو هي يمشي عند داك ولد خالته رضوان اللي كان عزيز خلاه الفراشه ديالو. ملي غادي يمشي عنده يقول لي راه عزيز كان هنا،
ما جيتيش سلمتي عليه ما شفتيش. هذاك رضوان ما غاديش يتسوق، حدو غيقول ليه مزيان وما غيطولش معاه وغيخلي هاد حميد رجع في حالته الفراشه. ولكن هاد حميد هذاك حس التبرقيق اللي فيه وهذاك الحسد اللي شعل فيه العافيه وما فهمش كيفاش وقع. ضروري ما خاصو يعرف هذاك عزيز كيفاش صوّا وكيفاش جاب الفلوس كامله. غادي يجمع الفراشه ديالو بكري وغادي يقرر باش يتسنى داك رضوان ولد خالتي عزيز حتى يسالي الخدمه ديالو وتا هو يجمع ويتسناه وحاول يشفر منه شي جوج كلمات ولا شي حاجه باش يعرف عزيز منين جاب الفلوس. سالا النهار كلشي جمع الفراشه ديالو، هذاك رضوان تا هو جمع الفراشه ديالو غادي يرجع في حالته لدارو. ولكن ما عليه ما بيه حتى غيعيط ليه داك حميد، غيلقاه واقف تما في الراس ديال الدرب وغادي يعيط ليه سلام لاباس بخير. رضوان في الاول كان عارف شنو هو الموضوع اللي باغي يهضر معاه فيه هاد حميد. هذاك حميد غيكثرش بزاف ديال الهضره وغيجي رضوان من الاخر غادي يقول ليه ولي يا خويا رضوان هاد العزيز فاش ولا خدام تبارك الله، راه الدومين اللي مشى فيه راه باين فيه بزاف ديال الفلوس، فاش ولا خدام وشنو كيدير. هذاك رضوان كان عارف النيه ديال الحميد وبلي راه برقاق وكلشي عارف عليه. غادي يقول ليه بلي راه الدنيا راه ارزاق كله كيفاش دار ليه سيدي ربي. هذا الجواب غادي يتطرط الحميد وغيعاود يسول. غادي يقول ليه واش اخويا رضوان بغينا نديروا العكاكز حدا الفراشات ولا مالك، راه حتى حنا بغينا نديروا فلوس ونغبروا وجهنا من هنا. رضوان ولد خال زريقه كيشوف هاد حميد داوي وعيني عامرين حسد وما عارف فين باغي يوصل، غادي يتفرقع عليه وغادي يمشي في حالاته. وكيفاش انا اللي ولد خالته وما زعمش يعني نقول لي من كتجيب فلوس وبنادم براني وباغي يعرف وباغي يهبش وباغي يحفر على شي حاجه اللي ما عندوش حتى حاجه فيها. غادي يدوز واحد اليومين على هاد لافير. واحد العشيه حميد خدام في الفراشه ديالو كان ملاهي مع واحد المرا كيتناقش وياه على واحد الثمن ديال واحد اللبسه، ولكن في واحد اللقطه كيهز عينو كيبان ليه هذه الزريقه جاي من بعيد عنده قاصدو ما كان عنده طوموبيل مدادر لا حتى شي حاجه جاي سولو. غادي يوصل عنده زريقه بقى واقف كيتسنى حميد يسالي مع ديك المرا اللي كان كيبيع لها. ما غادي يقول لي لا سلام لا كلام لا والو. غادي يقرب عند حميد بشويه بحال ما كاين والو باش بلا من الناس يردوا معاه البال وغادي يقول لي جمله واحده اسمع صاحبي الحياه ارزاق وربي كيرزق اللي بغا، راه الا بقيتي كتهبش مورايا راه غادي نمحيك. زريقه غادي يقول هاد الهضره لهاد خونا وغادي يمشي في حالاته ما غيطولش معاه. وهنا فين الحميد بقى مسمر في بلاصتو ما فهم والو ما عمرو شاف زريقه كيهضر بديك الطريقه. وهنا يتاكد من جوج ديال الحوايج، الاولى باللي هذاك رضوان وخالته وصل ليه الهضره كيهضر معاه، والثانيه باللي راه عزيز زريقه بصح ولا خدام مع شي مافيا ولا شي حاجه ولا كيبيع ويشري فهادشي ديال الحشيش ولا شي حاجه، حيت هاد الطريقه اللي هضر معاه بها ماشي ديال الناس عاديين. غيدوز واحد الشهر وهاد حميد والو واش هدا الله والو واش جلس بقى كيقلب وتيبحث ونتلاقى معاه كيعاود ليه راه داك زريقه راه اللي كان خدام راه ولا دير راه جا عندي راه قايل لي ولا هذا الموضوع هو اللي شاغل هاد حميد. حتى لواحد النهار اللي بالصدفه كان في واحد القهوه وغادي يتلاقى مع واحد كان تا هو داير فراشه وخوه من تما وغادي يهضروا هضره معنا هضره معنا حتى هاد خونا غادي يجبد زريقه في الموضوع. غادي يقول لي بالله عقلتي على داك عزيز زريقه اللي كان كيبيع ويشري في السبرديلات كان داير فراش حدانا، داك السيد غيقول لي راه عرفتو. غادي يقول لي راه غبر واحد العامين وملي رجع عنده واحد الفلوس اللي ما عرفتش منين جابها، تما كاع الدراري تما ما عرفوش الفلوس كامله منين جابها، ورجع صايق واحد الحديده اللي سوج عليها لقيتها في القديمه كدير 20 مليون. وهذاك السيد اللي كان بارك مع حميد غيكون عارف على عزيز بزاف ديال الحوايج وغيقولوا لهاد حميد غيقول لي بالله داك زريقه راني عارف القصه ديالو. غيقول لي داك زريقه اسبابه واحد المره انت راك عارفو فيه حلاوه لسان وفيه الهضره بزاف، راه واحد النهار بغا تشري من عنده شي مراه وبقى التعارف معها، وهذيك المراه كانت يعني بوحدها وكانت خدامه في التهريب ديال الحشيش وكان تعرف عليها وشويه ولا خدام معها وشويه تزوج بها. وهذيك المراه كانت غادي يحصل وغتجيب 5 سنين ديال الحبس وتراك عارف اللي وراها هو عزيز هو اللي بقى مقابل داكشي عشق الحريه ولا كيدخل الفلوس كامله. هاد حميد ملي غيسمع الهضره ما قداتو فرحه واخيرا راسو غادي هنا عليه وغيعرف هاد عزيز منين دار الفلوس. ما غاديش يستر هادشي وما غتكون حتى يومين حتى غيكون اي واحد في هذيك البلاصه فين خدام في راسو هاد الفيلم كامل وراه هكذا وراه هكذا وراه سبب هو ديك المراه. بنادم راه حر يدير اللي بغا يدير هذاك الشيء، ولكن هاد حميد بقى ديما كيقول لهم بلي انا الاخر ليه ما بقاش كيجي الفراش يديروا بزاف
غالبا يعني ولا تيغبر وما جا فين يكمل العام حتى غيكون عزيز الزريقه طاحوا عليه المخزن وشدوه ومشى للحبس. ومن بعد هذاك حميد رجع الفراشه ديالو ورجع خدام، وعاد القلب ديالو برد عليه، وعاد الراس ديالو هنا عليه، حيت صافي هذاك اللي مشى دار فلوس صافي رجع مقرد بحالو. كنظن الاخوان النهايه باينه، عزيز زريقه ملي غيسالي المده ديالو راه باينه اشنو غادي يدير فهاد السي حميد. العبره من الشيء الخوت، الا شي نهار سهلك سيدي ربي من الاحسن بلا ما ترجع للبلاصه اللي طلعتي منها باش تبين لبنادم شي حاجه. الا درتي شي حاجه درتيها لراسك ما درتهاش شي واحد اخر، حيت في كل بلاصه عندك 10 كيبغيوك كيكونوا 1000 باغيين يطيحوك. الا وصلتي لهنا خلي شي حركه باش الروبي يعرفك كتبغي هذا المحتوى وعاود يطلعوا لك مره اخرى. وخلي لنا الراي ديالك، واش فايت طالع لك بحال هادشي؟ اشنو الراي ديالك اللي تبغي تقول؟ خليه في كومونتير غنقرا جميع التعاليق. تحياتي، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.